السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله أكثر شيء بخاف يعني طبعا ما بخاف إلا من رب العالمين، لكن أكثر شيء يعني كي رح يزعجني إذا أنت عزيزي المشاهد توقعت إنه أحمد بن نجد اشتروه بمال، ولا أحمد بن نجد بلش بقى يكوع. والله أبدا ما بنكوع، والله دائما بإذن الله حنكون سند لهذه الدولة. والله حتى الأخطاء اللي بيخطئوها بنقول نترسل للأعذار وعن حسن النية. اوعى تفكروا ان انا كوعت، والله ما بكوع. لو مهما يكون هاي الفيديوهات الانتقاد والله من باب حبي لهذه الدولة وحكومتنا الرشيدة اللي فعلا بدنا اياها تتوفى بقى. يا اخوان، بالنسبة لموضوع خصخصة المشافي، انه في الدولة في عندها 71 مستشفى راح يخصخصوها، وسمعنا هذا الكلام من رئيس هيئة الاستثمار. بعدين الشعب فعلا ضاج وخاف، يعني من حقه الشعب يخاف، من حقه الشعب يخاف. يعني هذا امر جدا خطير، امر التعليم وامر خصخصه المشافي هذا امر مرعب جدا. هذا بصير في دول اوروبا، لكن لما واحد بيكون راتبه 3 4000 يورو ما بهمه يدفع وبزيد عنده، واخر السنه بروح حتى رحله سياحيه. بس نحن ما عندنا شيء هذا ابدا. فالدولة أو ما بعرف يعني مسؤول إعلامي يعني عملت بيان لا وطولوا بالكم وما تخافوا. والشيء اللي استنتجته انه ممكن يكون في خصخصه للقطاعات الخاصه، لكن الدوله رح تعمل تامين صحي، وهذا التامين الصحي هو اللي بده يدفع ثمن العلاج. بس يا حبيبي التامين الصحي خاص بالموظفين. يعني انا موظف عند هذه الدوله او في هذه الدوله بحق لي تامين صحي، بس معظم الشعب ما هو موظف. معظم الشعب ما هو موظف. قالوا لنا انه حتكون الاجور رمزيه. انتم ما ادراكم ان الاجور رمزيه؟ مستحيل. مستحيل يجي شخص يستثمر مستشفى ويعملوا والله اجور رمزيه. يعني انا بقول يمكن فرضا انه عمليه الولاده فرضا خلينا نقول $600، هو بياخذ شيء 450 هيك. بس تقول لي اجور رمزيه؟ لا، ما في اجور رمزيه. يعني انا شايف وبرجع بحكي انه الدولة والحكومة عم تحاول تنقلنا من النظام الاشتراكي ضربة واحدة للنظام الرأسمالي بدون تدرج. هيك واحد اثنين 60 سنة اشتراكية وين على النظام الرأسمالي؟ ما بصير، ما بصير، والله ما بصير. يعني ما بعرف وزير الاقتصاد اللي عم يسوي هالشيء هذا، مين وزير التنمية مين عم يسوي هالامور هي؟ مين اللي عم يسوي هالامور هي؟ شلون هيك؟ يعني ما بدرس حالة الشعب. يعني انت بدك تنتقل للنظام الرأسمالي وتخصص الشركات وتفتح التجارة وكل واحد يبيع، ما في رقابة سعرية. هذا بصير لما نكون نحن كشعب شعب من شعوب دول الرأسمالية. مو نحن والله شعب أشبه ما يكون شعب النيجر، مع احترامي للنيجر ولا بوركينا فاسو ولا أدغال إفريقيا. وهذا الشعب بدنا نطبق عليه النظام الرأسمالي. أنا رحت للمخيمات ودرت ما بين الخيام. أقسم بالله يا جماعة لما كنا نعطي $100 العيلة تقول ما بعرف صار عندها عيد 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 عيد. $100 هنيك بتحاسبوا بالتركي، يعني 4400 ليرة تركي بيعيشوا فيها شهر كامل. لك أطلع ولسه أسمع دعاء الله يوفقك والله يا ربك والله يحفظك. الجماعة ما عندهم ياكلوا. أهل المخيمات اللي بالآلاف المؤلفة ما عندهم ياكلوا. عندهم مبلغ $100 يعني ثروة بيعيشوا فيها سنة، عفوا شهر، ما بالغ بيعيشوا فيها شهر. فقد ما كان المبلغ رمزي، الدولة دعمت، الدولة ما بيمشي الحال. هذاك وقت رح تشوفوا فيه وفيات، أقسم بالله بدكم تشوفوا فيه وفيات أمام أدراج المشافي. وهدول مين؟ هدول نحن نحكي على شريحة، هدول أهل المخيمات. ومين أهل المخيمات؟ يعني الأرامل والأيتام. يعني النصر إجانا من هالمخيمات. النصر واللي حملوا سلاح واللي قرعوا النظام السابق من هالمخيمات. بتمنى فعلا حكومتنا انه تعيد حساباتها بكتير امور. بتمنى رجائي من الله انه حكومتنا تعيد حساباتها بكتير امور. هذا كل شيء في هذه الحلقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.